دجاج مشوي على الفحم عن جد من ألذ أنواع الدجاج بالنسبة إلي، وما شفت لهلا مطعم عن جد يكون فيه هيك أكل طيب. فقررت لأول مرة أني أعمل هالدجاجة عندي بالبيت وعلى المنقل الكبير اللي نحن جبناه. خلصت الصيفية وما شفنا صيف، فلازم نستغل الوقت قبل ما ينزل التلج. شوفوا كمية الاستواء، عن جد رح تتأكدوا أنه الدجاج بهالطريقة جدا ناجح ولذيذ. الثوم ككمية وإضافة حسب الرغبة، أنا عندي هالكمية من الثوم. ضفت له ملعقة من دبس فليفلة، ملعقة كزبرة وفلفل أسود، فلفل أحمر، شوي من زنجبيل مطحون، الهيل المطحون، ملعقتين خل، تقريبا نص كوب زيت زيتون. خلطتهم كلهم سوا، بس كنت ناسية اني اضيف عليهم معلقتين من اللبن. طبعا هلا هون بدي اضيف معلقتين لبن كمان. اكيد رجعت خلطتهم لصار عندي الخليط جاهز وصار بالشكل اللي انتو شايفينه. الدجاج عندي منظف بهالشكل، وهلا رح احط الدجاجة، وطبعا بنفس الطريقة فيكن تبلوا الجوانح، الفخاد، اي قطعة من الدجاج بدكن اياها، بس انا حبيت شارككم مع تتبيلة الدجاج الكامل. ما بعرف ليش ما تصور معي، انا بعصر عليه ليمون وبملحه، طبعا ملح حسب الرغبة. أنا هيك حطيت عليه ليمون على كل الدجاج، دهنته بالليمون، بعدين صرت دهنه بالخلطة اللي أنا مجهزتها بالطريقة اللي شفتوها. بتخلوا الخلطة توصل لكل المناطق بالدجاج. بعد ما يصير الدجاج جاهز، أكيد الأحسن إنكم تتبلوه قبل بيوم، بس أنا كان جاييني ضيوف وعملتهم بنفس الوقت، يعني تبلتهم وشويتهم، بس عن جد طلع الدجاج جدا لذيذ وطيب. لما بنحطه على الفحم الدجاج أكتر من اللحمة بياخد وقت، يعني مو مثل الكباب والشقف، فالأحسن إنه نطول بالنا عليهم. أنا عندي صوص الباربيكيو، إذا كان موجود بدهن فيه الدجاج أو اللحمة أو أي شي بشوي، فبتحس هالصوص بيعطيهم إكسترا طعم. طبعا الشكل كمان بيطلع، يعني الشكل الدجاج أو اللحم كله هيك حمار زيادة، فالشكل عن جد أحلى بكتير. هلا هون بدت الروايح تطلع، بس لكن أنا بدي الدجاجة تستوي حتى من جوا، بما أنه المنقل عندي فيه غطا، فرح أستغل هذا الموضوع وغطي الدجاج. تركتهم هيك شي 20 دقيقة، فبيستووا حتى من جوا ويتنهنهوا كتير، بتطلع الدجاجة طيبة. شوفوا كيف صار شكلها، عن جد دجاجة ولا أروع. عن جد أنا لهلا ما أكلت بكل المطاعم مثل الدجاج اللي أنا عملته اليوم. الدجاج المشوي له مقبلات خاصة، اللي هي خبز محمرة، كريم توم وبطاطا ومخلل. أكلناه نحن وضيوفنا اللي اجوا لعنا، وعجبهم الأكل كتير، كان لذيذ. نهاركم سعيد، باي باي.